أحب أنبه في البداية إن أحداث القصة دي كلها حقيقية، بس مع اختلاف الأسماء. السحر والأعمال من أبشع الحاجات اللي بتأذي البشر. تخيل اللي بيعمل الأعمال دي يكون إمام جامع وبيخطب يوم الجمعة والناس بتقعد تسمعه. كنت بصلي في مسجد جنب بيتي، فقلت أجرب أروح لمسجد الناس كلها تشكر في خطيب المسجد ده. رحت وقعدت وأنا بسمع الخطيب ده. حصلت الكارثة. اسمع القصة للآخر علشان تعرف قصة الدجال إمام الجامع. لو عجبك الفيديو اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. أنا من قرية من قرى محافظة القليوبية، مش هقدر أقول على اسمها. القصة بدأت لما قررت أروح للمسجد اللي الكل بيشكر في الخطيب بتاعه، بيقولوا عليه راجل تقي ومؤمن. المهم، رحت أنا وعمي علشان نشوف ونستفيد من الشيخ ده. دخلت المسجد وصليت ركعتين. ببص لقيت واحد طالع على سلم المنبر علشان يخطب. فجأة لقيت عمي اتنفض من مكانه مرة واحدة وفضل يبرق قوي. كان مصدوم من اللي شافه. سألته: ايه يا عم مالك؟ قال لي: انت عارف الراجل اللي هيخطب ده يبقى مين؟ قلت له: لا. قال لي: ده اكبر دجال في بلدنا، ده سبب تعب عمتك وخالتك. قلت له: انت بتقول ايه؟ هو ده السبب في المصايب والكوارث اللي عايشينها من زمان؟ قال لي: ايوه. وانا بكلم عمي وببص على الراجل ده، لقيت الراجل الدجال بيبص لنا واكنه سمعنا، ولقيته برق وضحك ضحكه كلها خبث ومكر. ببص لعمي، لقيت عمي بيبص في الارض بخوف، والراجل الدجال عمال يتمتم بكلام مش مفهوم. وفجأة عم فضل يتنفض جامد قوي واغمى عليه. المسجد كله اتلم علينا، حتى الراجل ده نزل من على المنبر وجه علينا وقال لي بصوت واطي: ما تسمعش كلام عمك وابعد عني احسن لك انت وعمك. انا المرة دي بس هعفو عنكم، بس المرة الجاية ما تلموش غير نفسكم. شلنا عمي ورحنا البيت. اول لما دخلت عمي الأوضة علشان يرتاح. جريت على جدتي وسألتها عن سبب تعب عمتي وخالتي. قالت لي: انت بتسأل ليه؟ قلت لها: رد عليا بعد إذنك. قالت لي: عمتك نعيمة من ساعة ما اتجوزت وهي تعبانة. هي متجوزة واحد كان متجوز قبل كده وطلق. عمتك الموضوع بدأ معاها لما دخلت المطبخ، حست بحد بيهمس في ودنها. فضلت تتلفت، مفيش حد غيرها في المطبخ. افتكرت نفسها بيتهيأ لها. كملت الشغل عادي. وفجأة لقيت ايديها كلها دم، والحيطان كمان بقت رسم عليها اشكال غريبة. اغمى عليها وفضلت ساكتة، ما تتكلمش مدة كبيرة، يا دوب مفتحة عينيها بس. كل يوم لازم تقوم مفزوعة من النوم وتفضل تخبط راسها في شباك السرير. جبنا أكتر من شيخ، وكل شيخ يدخل عليها علشان يشوفها يسمعه بيكلم حد، بس الحد ده صوته صوت راجل مش صوت عمتك. ويقعد بالساعات معاها ويخرج يقول الجن اللي عليها قوي جدا ومش عايز يخرج. وانت زي ما شايفها كده، أوقات كويسة وأوقات تجيلها حالة صوتها يبقى متغير وعينيها حمرا دم، واللي يفكر يقرب منها تمسكه تفضل تضرب فيه لحد ما نسلكه من ايديها بالعافية. آخر شيخ جالنا هنا قريب قال لنا دي معمول لها عمل مدفون في مكان قريب من هنا، بس محدش يعرف مكانه. والنهاردة في شيخ عمك حسين هيجيبه معايا علشان يشوف حل. وبالفعل الشيخ جه وقعد معاها، وأول ما بدأ يقرأ عليها لقيناها اتنفضت وفضلت تقول: اسكت. آه آه. وبعدها فضلت تضحك ضحكة عالية قوي وتقول له: مش هتقدر تخرجني، ما تحاولش. وراحت قايمة ومسكت الشيخ وراحت رمياه خبط في الحيطة. الشيخ أغمى عليه فوقناه، وبعدها وهو ماشي قال لنا: مفيش غير واحد بس هو اللي هيقدر يعالجها، اسمه الشيخ عوض. دوروا عليه علشان هو الوحيد اللي هيقدر على الجن اللي عليها. بعد ما الشيخ مشي قعدت مع جدتي قلت لها: ايه موضوع خالتي كمان؟ قالت لي: خالتك بقى مشكلتها مختلفة عن عمتك. خالتك في مرة كنا قاعدين احنا والعيلة، لقيناها دخلت علينا ومسكت واحد واحد فينا وفضلت تلومه على حاجات عملها غلط قبل كده. الكل كان مستغرب ازاي عرفت الحاجات دي وهي ما كانتش موجودة وقتها، وكمان بتحكي بالتفصيل أكنها قاعدة معاه، وحذرتنا إن أي حد هيعمل حاجة غلط هتواجهه وهتفضحه. ومرة تانية كنا قاعدين أنا وعمتك نادية بنتكلم عليها، راحت جاية وفضلت تزعق فينا وتقول: انت قلتوا عليا كذا وكذا.
لو جبتوا سيرتي تاني مش هتعرفوا أنا هعمل فيكوا إيه. وكان صوتها تخين قوي كأن راجل هو اللي بيكلمنا. قلنا لها واحنا خايفين حاضر. المشكلة اللي ظهرت معاها جديد إنها أكتر من مرة تحاول تقتل ولادها، بتاخدهم وعايزة تحدفهم من فوق السطح. ومرة مسكت عيل وكانت بتخنقه وخلصناه من إيديها بالعافية. هي دي قصة عمتك وخالتك. الناس كلها بقت تخاف مننا وتقول علينا بيت الملبوسين. خرجت من البيت وأنا مش مصدق اللي أنا سمعته. معقول في حد ممكن يأذي حد بالشكل ده؟ ده كفر بالله. فضلت مذهول وماشي لحد ما وصلت للمسجد. قلت أدخل أتوضى وأصلي ركعتين. بعد ما صليت لقيت حد مسكني من كتفي. لقيته راجل كبير وشه مليان نور وبيقول لي مالك يا ابني، شايل هموم الدنيا ليه على دماغك كده؟ حكيت له على مشكلة عمتي وخالتي. قال لي مفيش غير الراجل الدجال اللي اسمه سعد، هو أكيد السبب في المشاكل اللي عندهم. قلت له أيوة. بالمناسبة اسم حضرتك إيه؟ قال لي عمك عوض. افتكرت اسم الشيخ اللي آخر راجل جه البيت قال لنا على اسمه، هو الوحيد اللي هيقدر يساعدنا في مشكلة عمتي وخالتي. قلت له حضرتك جيت لي من السما. أنا عرفت إن حضرتك الوحيد اللي تقدر تخلصنا من كل المشاكل اللي في البلد عندنا بسبب أعمال الدجل والسحر اللي الراجل اللي اسمه سعد بيعملها. رد وقال لي ربنا يقدرنا على هزيمة الشر. أنا بكرة إن شاء الله هاجي أزوركم في البيت وعايز عمتك وخالتك يكونوا موجودين. قلت له تمام حاضر. تاني يوم جه البيت عند جدتي وطلب من الجميع إنه يخرج من الأوضة ما عدا أنا وعمي وجدتي وطبعا عمتي وخالتي. طلب عمتي تقعد قدامه وبدأ يقرأ عليها آيات من القرآن. وفجأة عمتي بدأت تتنفض وبدأت تهجم على الشيخ عوض. الشيخ عوض بدأ يقرأ ويترتم بكلام مش مفهوم بصوت أعلى لحد ما الجن اللي على عمتي بدأ يكلمه ويقول له انت عايز مني ايه يا عوض؟ الشيخ عوض قال له عايزك تخرج من جسدها وتسيبها. الجن قال له مستحيل اخرج. الشيخ عوض قال له هتخرج بالذوق ولا انت عارف انا ممكن اعمل ايه؟ رد عليه الجن وقال له لازم يموت اللي حضرني علشان اقدر اخرج. قال له مين اللي حضرك؟ الجن قال له سعد. الشيخ عوض قال له ومين اللي خلى سعد يعمل كده؟ رد عليه الجن وقال في واحدة اسمها نعيمة. نعيمة دي متجوزة اخو جوزها وهي ما بتخلفش. كانت غيرانة منها علشان هي مخلفة اكتر من عيل، فطلبت من سعد انه يعمل لها عمل عشان تقتل كل ولادها. الشيخ عوض قال له العمل ده فين؟ الجن رد عليه وقال العمل مدفون في المقابر اللي جنب البيت، بس مش هتعرف تقرب له طول ما سعد عايش لانه محصنه جامد. وبعد ما خلص الجن كلامه عمتي اغمى عليها وبدأنا نفوقها. جه الدور على خالتي اللي كانت طول القعدة عمالة تبص للشيخ عوض بغضب شديد قوي وكانت عايزة تقوم تضربه بس زي ما تكون مربوطة بحاجة مش مخليها قادرة تتحرك. وبعد شوية نادى عليها الشيخ عوض وقال لها قومي تعالي يا سميرة. خالتي سميرة ردت عليه وقالت له بصوت تخين مش هتقدر تعمل حاجة يا عوض، ابعد عني احسن لك. الشيخ عوض قال لها أو قال له سمعتني قلت لك إيه؟ خالتي زي ما تكون مسلوبة الإرادة كانت ماشية بتجر في رجليها وعينها كلها حمرة دم وكانت غضبانة قوي. الشيخ قال لها أكيد سعد برضه هو اللي حضرك عليها. الجن قال له أيوة. الشيخ قال له احكي لي بقى حضرك ليه؟ الجن قال له في واحدة جارتها مؤذية وكانت بتكره البيت ده كله، وكانت عايزة تعرف أخبارهم علشان تفضحهم قدام الناس. كانت بتخليني أتصنت عليهم وأقعد أسمع منهم بلاويهم وأروح لست دي وأحكي لها. عزمتها عندها في مرة وشربتها من العمل ده، وبعد ما أحكي للست دي عن كل حاجة يغمى على سميرة وتنسى كل حاجة. الشيخ قال له اخرج منها بإذن الله. الجن قال له مش هقدر أخرج غير بموت سعد الدجال. وبعد ما خلص الجن كلامه اغمى على خالتي وفوقناها. الشيخ قال لنا دلوقتي عرفنا إن الحل الوحيد علشان يخفوا هما الاتنين هو موت سعد الدجال. مشي الشيخ عوض ودخلت نمت. غمضت عيني وصحيت على صوت خطوات في الأوضة. فتحت عيني لقيت نفسي أكني متكتف ومش قادر أقوم من على السرير. ولقيت سعد الدجال داخل علي الأوضة والبيبان والشبابيك عمالة تترزع جامد قوي. ولقيته بيقول لي أنا مش حذرتك إنك تبعد عني؟
انت فاكر ان الراجل اللي اسمه عوض ده هيقدر عليا ولا هيقدر على سحري؟ تبقى بتحلم. انا هعيشك في جحيم وهخليك تتمنى الموت. وفجأة اختفى. ببص في الأوضة، لقيت كل حاجة ثابتة زي ما هي. رحت للشيخ عوض تاني يوم وحكيت له على كل اللي حصل. لقيته بيقول لي انا كمان حصل معايا زي ما حصل معاك، وجه وحذرني. قلت له وايه العمل؟ قال لي لازم نخلص منه ومن شره في اسرع وقت. الشيخ عوض جاب كل كتب العلاج من السحر علشان يعرف طريقة يتخلص بيها من ساعة الدجال. اما انا، الكوابيس فضلت ملازماني كل يوم. كل يوم كابوس افظع من الكابوس اللي قبله. ما بقتش عايز انام من خوفي اني هشوف كوابيس مرعبة. في ايام كنت بحلم اني بتضرب جامد قوي. بصحى من النوم بلاقي علامات الضرب معلمة على جسمي. جسمي كله بقى متشرح. رحت للشيخ عوض، لقيته قال لي اللي وصلت له ان لازم نضعفه علشان نقدر نواجهه، باننا نحاول نفك بعض الاعمال اللي هو عملها، وبعدها ان شاء الله نقدر عليه. قلت له طب هنقدر نعرف اماكنها ازاي؟ قال لي معظم الاعمال دي مدفونة في المقابر اللي جنب بيتكم. لازم نروح هناك ونحاول ندور عليها ونفكها، وانت هتساعدني. وبالفعل رحنا المقابر، واول ما دخلنا سمعنا صوت صراخ كتيرة وكانت عالية قوي. فضلنا نحفر ونطلع اعمال. طلعنا اكتر من 50 عمل. ما بقتش مصدق عيني من كمية الاذى اللي الدجال ده بيأذيها للناس. اعمال معمولة لاطفال والستات والرجالة. مع كل عمل بنفكه كنا بنسمع صوت صرخة بتستمر شوية وبعدها تختفي. الشيخ قال لي كفاية كده، أنا تعبت مش هقدر أفك أعمال تاني. دول كفاية إنها تضعفه وربنا يقدرنا عليه. بعدها بيومين اتصل بيا الشيخ عوض وقال لي إحنا النهاردة هنروح لسعد بيته. قلت له أنت بتقول إيه يا شيخ عوض؟ قال لي مفيش طريقة تانية. بيته مليان بالجن اللي بيخدموه، وهم اللي هيخلصونا منه بإذن الله. وبالفعل رحنا البيت بتاع سعد. بيت شكله مخيف. الشيخ عوض فضل يقول كلام، في منه اللي مفهوم وفي منه اللي مش مفهوم، لحد ما الباب اتفتح ودخلنا. البيت من جوه قديم قوي ومليان رسومات على الحيطان مكتوبة بالدم. رسومات غريبة أول مرة أشوفها. الشيخ قال لي كل الرسومات دي أنواع مؤذية من الجن بيسخرهم علشان يخدموه. بنبص لقيناه قاعد في آخر طرقة ومولع بخور ونار قدامه، وفي قطط ميتة متعلقة، وفي عظم اللي بيتعمل بيه الأعمال قدامه. قال لنا انتم جاتلكم الجراءة انكم تيجوا هنا؟ الشيخ عوض بسرعة بقى عمال يقول كلام ويقرأ آيات من القرآن وبصوت عالي قوي. وفجأة اسكت، انت ما تعرفش الكلام ده اللي انت بتقوله ده هيعمل ايه؟ بنبص لقينا سعد عمال يمزع في جسمه. جسمه كله بقى عمال ينزف دم لوحده. والشيخ ما بطلش قراية قرآن لحد ما الدم اللي في جسمه كله اتصفى على الأرض. بس الدم كان في البداية أحمر، بس بعد كده لقيناه كله أسود، وجسمه نشف بقى عامل زي الموميا. الحمد لله خلصنا من أقوى شر في البلد بتاعتنا. كان مؤذي لكل اللي في البلد، مفيش حد سلم من أذاه. عمتي وخالتي الحمد لله خفوا وبقوا كويسين، وناس كتير كمان في البلد خفوا. بس أكيد في ناس دجالين زي سعد بيأذوا في الناس. ربنا يخلصنا منهم ومن شرهم.